السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا جماعة، والله بقالي كتير طبعا ما نزلتش فيديوهات. بس الحمد لله طبعا على كل حال. الناس بقى اللي بتشوفني بالليل، مساء الهنا عليكم، والناس اللي بتشوفني الصبح سواء بقى مشغلة الفيديو الصبح، يسعد صباحكم بكل خير يا جماعة. والله يا بصوا انا بشكركم لكل الناس اللي بعتت لي وقالت لي يا مزيزو نزلي فيديوهات تاني، احنا عايزين الفيديوهات بتاعتك. والناس اللي سألت عليا واللي بعتولي، ربنا يخليكوا ليا يا رب. وطبعا القناة عمرها ما هتكبر الا بيكوا. طبعا النهارده بقى ايه بدأت كده معاكم الفيديو بحاجات من السوق انا شارياها من السوق. والله يا جماعة بصوا، الواحد ما يقولش غير ربنا يرحمنا بصراحة من الأسعار ومن الغلا اللي احنا فيه. بس الحمد لله على كل حال. بصوا احنا هنا انا اشتريت، كنت جايبة طماطم، بسم الله ما شاء الله عليها كانت جميلة، وجايبة كوسة وجزر وبتنجان للحشية جميل جدا، برضو للقلية يتقلي جميل. وهنا كنت جايبة ربع كيلو عدس، وجايبة ربعين شعرية. وهنا كان عندي يعني فلفل الوان، فانا زودت بالاتنين دول. اتبقى معايا فلوس يعني جبتها. وجبت طبعا الكابوتشا، طبعا دي لازم علشان السلطه، انا عندي الاولاد لازم الصبح بعمل لهم سلطه كده في السندوتشات، بيحبوها وبيحبوا يفطروا بيها يعني جنب الاكل. وطبعا ده الفلفل، جايبه نوعين، جايبه نوع من اللي هو الرومي ونوع من اللي هو الشتيته، ده اللي هو اللي بيبقى طويل ورفيع ده. وجايبه بقى ايه، طبعا جبت البصل. وجايبه البطاطس، انا البطاطس دي انا جبتها كده، يعني ايه الحجم بتاعها حلو مظبوط. وجبت خيار، بصوا هي الخيار جميل بسم الله ما شاء الله عليه، ومسكر يعني جميل جدا، وريحته كده ريحه جميله، مش دبلان كده واي كلام، لا. وبصوا بقى البتنجان ده بتنجان مكبب، ده انا بحب اجيبه لاني بشويه وبعمله كده بدقه وطحينه. بصراحه بيبقى جميل جدا. ودون فلفل احمر، فلفل شتيته يعني احمر. بصوا الفلفل ده برضو لا غنى، يعني بص الواحد ما يستغناش عنه بصراحه في البيت. بنعمل مثلا ملوخيه، اي حاجه، دقه بتنجان، دقه سمك، لازم الفلفل الاحمر. وطبعا دي البطاطس، بصوا انا جايبه الاحجام دي. جميله بصراحه وحلوه. والبطاطس دي بصوا انا بكتر فيها لاني انا بنحب نعمل هنا قليه بطاطس وبنسلق بطاطس وكل حاجه، يعني صراحه اليوم بتاعنا لازم يكون فيه بطاطس. ودي الخضره صبحه كده وجميله بسم الله ما شاء الله عليها. وطبعا ايه جبت سمك من السوق. السمك دون بصوا، بسم الله ما شاء الله عليه، اللحم بتاعه من جوه ابيض وجميل. انا هنا بقى ايه، كنت بقى ايه لسه بقى يعني شلت بقى التسوية اللي انا جايباها وكده وعنتها، وقعدت بقى على طول. كان ابو زيزو بقى قاعد في الصالة، فقلت طب بقى ايه ما اقعد جنبه كده واعمل السمك. فربنا رزقنا كده بضيوف جم، رحت قمت بقى على طول اخدت السمك ايه وكملته جوه. انا قلت يعني اقصقصه كده وانا قاعده بس كده معاه، ايه بدردش كده معاه وبحكي له بقى على الاسعار والكلام ده. بس فطبعا بقى لازم المناهده بقى بتاعت كل مره مع ابو زيزو بقى، وده غالي وده رخيص وكده، يعني انتوا عارفين يعني ايه الرجاله. بصوا هنا بقى انا دخلت المطبخ وكنت نضفت بقى ايه السمك. ومسكته بقى كده تحت الحنفيه بقى على طول، مسكته بقى ايه نضفته، انا شلت بقى كل اللي كان فيه. ما صورت لكمش طبعا ايه يعني الحاجه وانا بطلعها منه بصراحه. بصوا بقى هنا الفرشه دي جميله جدا يا جماعه، بصوا بصراحه هي شويه رفايع بتبقى يعني حاجات كده انت تشوفها تقولي ملهاش لازمه، بس هي بصراحه بتبقى حاجات جميله جدا. بصوا بتجيب السمكه بتنضفها، ما بتخليش اي حاجه فيها، ما بستغناش عنها بصراحة. وهي حلوة قوي برضو الفرش دي، لما تكوني مثلا ايه بتعملي كوسة جزر، بعد ما بتقشريها كده بيبقى فيها حاجات كده صغيرة، الفرش دي بتطلع منها اي حاجة. بصوا انا هنا كده كنت نضفت بقى ايه، مسكت السمك كده بالفرشة وايه ودعكته بقى ايه سمكة سمكة ونضفته كويس قوي. بعد كده بقى ايه، كبيت بقى وغسلت الطبق وحطيت بقى فيه مية، وهحط بقى فيه ملح وليمون. وبدعكه بقى ايه، بروح جايه بسيب بقى السمكه بقطعها كده، هوريكم التقطيعه بتاعتها. بصوا بديها تشريحات كده من الجناب، ليه بقى؟ علشان خاطر الملح والخل والليمون يدخل فيها بقى من جوه، وما تبقاش فيها ريحه اي زفاره. انا عامه بقلي السمك في البيت مبقاش فيه اي ريحه، اي حد يدخل عندنا يا مزيزو انت قال يا سمك ازاي ما فيش ريحه،
بيبقى بقى شايل الزفاره وشايل اي حاجه بصراحه منه، بيبقى طعمه جميل جدا. والانسجه بتاعت السمكه كده بصوا بتدبل كده من جوه وتيجي في القليه، حتى مهما كان السمكه كبيره بتستوي. بصوا اهيا، بسم الله ما شاء الله عليها. قطعت بقى السمك كله بنفس الطريقه كده، بصوا يعني ايه، شرحته اديته شرايح كده من الجناب، مش البطن بتاع السمكه، لا الظهر بتاع السمك. بتشرحيها بقى كده وبتحطيها في الميه دي، يعني ايه، مقدار مثلا زي ما انت عايزه. انا عامه ممكن احطه نص ساعه، ما بكترش عن نص ساعه عشان ايه ما يبص قوي، عشان الخل والملح، الملح بيهري يعني وكده. بصوا انا بقى هنا كده حطيتها نص ساعه بالظبط. عمال بقى ايه ما جهزت الحاجه، ورحت سايباه. وبعد كده بقى ايه بطلعه بقى من الميه، بشطفه كويس واحطه في الصفايه، واسيبه بقى ايه ينزل بقى ايه الميه اللي فيه كلها. طبعا ايه ما تنسونيش بقى يا جماعه ايه، عايزاكم كده اللي مشتركش في القناه يشترك، ودوسوا على علامه الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وعايزاكم كده تدوسوا لي لايك كتير. طبعا القناه مش هتكبر الا بيكم. وانا يكفي عندي كده، بصوا تعليقاتكم الجميله وسؤالكم عليا يعني ربنا يا رب كده يسعدكم كده ويهنيكم. بصوا انا هنا كده خلصت كده السمك، عملته كده بقى ايه، حطيته كده في الميه بتاعته. هسيبه بقى ايه كده، عمال ما هسيبه شويه هكون انا بقى ايه جبت كده ايه حله بقى على النار، هحطها. وهحط بقى ايه شويه زيت. انا بصراحه بصوا، في اللي بيحط سمنه وفي اللي بيحط زيت وفي اللي بيحط زيت على سمنه. انا بصراحه ما كانش عندي السمنه، كانت خلصانه من عندي، حطيت زيت. ماشي. انا كده ايه حطيت بقى الحله وايه، وكنت مجهزه بقى الرز وحطاه كده ايه، هحطه بقى كده تحت الميه. وهجيب بقى هنا كده بصلايه، وكنت هنا مشغله الكتل علشان ايه الميه تبقى مغليه ايه وتساعد معايا كده على طول. بصوا هنا كنت جايبه البصلايه وبخرطها. بصوا بقطعها بقى كده، محدش يضحك يا جماعه على التقطيع بتاعي، انا بحب اقطعها كده. عادي انا لو عايزه اقطع يعني على البلانشا وعلى الرخام والكلام ده عادي، كل الكلام ده عادي احنا بنعمله، بس انا بصراحه انا بحب استسهل، والواحد بقى يعيش ببساطه، مش لازم بقى الواحد يرسم بقى وتقطيع بقى ومش عارفه ايه. لا انا بحب اعمل كده وبحب اكون على طبيعتي. ده التقطيع المفضله بتاعتي، ان انا امسك البصله كده على طول في ايد والسكينه في ايد واجيب اخرها على طول في ثواني. بصوا بقى كده انا هحرق هنا البصله، مش عشان خاطر انا عايزه ايه اعمل رز السمك رز بني. احنا بقالنا كتير قوي بنعمله رز بشعريه، ولادي بيطلبوه، اجوا النهارده بقى قالوا لي لا يا ماما ايه غيري. طب ماشي اغير، يعني انتوا جايين في اليوم التعب وتقولوا غيري، ماشي مفيش مشكله. بصوا هنا بقى انا هعملها يعني انا في الوقت ده انا كمان ما استنيتش الكاتل لما يغلي، انا خليت بس البصله اتحرقت كده معايا يعني احمرت قوي، وحطيت لها بقى ايه الكمون بتاعها. وهنا بقى فضيت الكاتل على طول عليها. مستنيش بصراحه ان هو يغلي، خليته غلى غلت في الحله الميه، وحطيت مرقايه. وبتحطي بقى ايه سنه كده يعني حاجه بسيطه جدا، يعني طرف المعلقه كده بهارات من السمك، وبتحطي الملح الابيض، وبتسيبها ايه تغلي بقى كده شويه. اول ما بتغلي بقى كنت غسلت بقى ايه الرز. بصوا بقى هنا همسك كده اللي هو البصل ده انا هشيله. بصوا البصل ده طبعا هو بينفع في حاجات كتير قوي، بس النهارده انا ما كنتش يعني ما كانش لازمني بصراحه. انا ممكن اعمله في طاجن سمك في اي حاجه، ده بيبقى جميل جدا. ولو انت عايزه تفرميه بتفرميه وترجعيه تاني في ميه الرز، بيبقى جميل. فطبعا اللي كنت بشيل بيها ما شالتش مني برضك حاجات، كانت سايبه شويه حاجات صغيره، شلت بالمصفى الصغيره دي، وشلت بيها ايه الحاجات اللي كانت باقيه. بس سبت بقى هنا كده ايه الميه غلت كتير. طبعا كنت انا كده في الوقت ده ايه غسلت الرز وايه بقى، ونزلت بقى كده ايه بالرز على الميه على طول. وهقلب بقى كده. وانت جايه بتسمعي الفيديو كده صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. واذا عجبك بقى طبعا الفيديو اعملي لي لايك، واشتركي بقى كده معايا في القناه. هنا بصوا انا كده جبت بقى ايه، حطيت بقى الطاسه، شلت الرز حطيته على العين التانية، وجبت بقى هنا طبق الدقيق. بصوا بقى انا هعمل لكم نوعين سمك حلوين النهارده. بصوا ادي اول حاجه هجيب بقى الدقيق وهحط عليه نشا. انا النشا كان خلصان برضو، جبت ايه كيسه كده باكت كده من المحل من جنبنا. وهنزل بقى عليه ايه بهارات سمك وكركم وكمون وملح ابيض، وهبهر الدقيق.
تعملوا له ايه زي ايه ده الغلاف البطانه بتاعت السمك. بصوا اهو الكمون، الكركم والكمون. ماشي، وهقلبهم بقى ايه كده كويس قوي. بص بقى انا هنا كده ايه مسكتهم بقى كده في الطبق، وهنا كنت حاطه الزيت، وهنا بقى كنت بقلب كده. ربنا يسترها بقى كده ايه، وابو زيزو كده يعني بيظبط الفيديو عشان ينزله، هيلاقي شويه الدقيق اللي وقع دول هيخرب الدنيا بصراحه. يقول لي بقى الدنيا غليت والدقيق وقع. ربنا يعدي على خير، ادعوا لي. بصوا بقى كده انا هنا ايه عملت ايه، جبت السمكه حطيتها في الدقيق ونزلت في الزيت. دي عادي، احنا بنعمل كده على طول، مفيش مشكله. بصوا بقى انا هوريكم الفرق ما بين السمكه دي لما تتحط في الدقيق وتنزل على الزيت على طول، وفرق بقى ما بين ايه السمك التاني. انا هنا كده ايه نزلت السمكه بعد ما حطيتها في الدقيق، ماشي، وهسيبها ايه تتقلي. طبعا انا كنت الايه معليه النار وكده، وطيت كده خليت النار متوسطه عشان ايه السمكه تستوي كويس، ما تبقاش ايه تحمير كده من بره غلاف ومن جوه تبقى ايه طعمها مش حلو وميه كده، لا. بصوا بقى انا هوريكم بقى ايه الفرق. هنا جبت طبق بوله كده وحطيت فيها ايه شويه ميه ساقعين. كنت مسقعاهم يعني ايه 10 دقايق كده في الفريزر، سقعتهم. هنا بقى بمسك السمكه بحطها كده في الدقيق، واروح جايه ماسكه ايه الميه وانزل بها بيها كده ايه في ثواني، يعني ايه يا دوب كده تلمس الميه، اروح جايه مرجعاها تاني ايه اخده بيها ايه كفر كده ايه من الدقيق برضو اللي هو المبهر ده، وايه وادوس على السمكه جامد قوي، ماشي. وهي كده ايه السمكه اتبطنت معايا بالدقيق. هوريكم بقى الفرق لما اطلع السمكه دي واقلي السمكه اللي هي متبطنه بالدقيق المبهر. هتشوفي الفرق جامد، بصوا جامد يعني فرق جامد. السمك مستوي وكل حاجه، بس الفرق ايه الفرق ان فيه بطانه مقرمشه من بره وطري من جوه. بصوا بسم الله ما شاء الله. انما هنا بقى السمكه دي بصوا كانت الطاسه هتقع عليا الحمد لله. بصوا بقى السمكه دي من بره زي من جوه يعني كل واحد، يعني بصوا اهي عادي سمكه عاديه زي ما احنا بنقليها كل مره، يعني انا بقلي عامه كل مره كده. بصوا بقى دي الكفر بتاعها زي ما هو، مش هتلاقي بقى الدقيق كده ولا كده ولا اي حاجه. وعامه النشا، يعني الباكت ده في مقدار معلقتين نشا على نص كيلو دقيق، معلقتين كبار. ماشي، انا قلبتهم كده بصوا يعني بيدي كده تست عالي كده في الاكل، وبتبقى السمكه مقرمشه كده وجميله من بره. شفت البانيه بالظبط، يعني يعتبر اللي يشوفه يقول بانيه. انا لو كنت بقى فاتحه السمك ده فاتحاه كده نصين، يعني يعني بالظبط كان هيبقى زي البانيه بالظبط، بس هي بقى كده باينه ان هي ايه سمكه. هتشوفوا الفرق، يعني الفرق باين جامد. واحنا بصراحه اولادي وهم بيتغدوا قالوا يا ماما ده حاجه وده حاجه، بس بصراحة شجعوا اللي هو ده اللي انا نزلته في مية ورجعت حطيته في الدقيق. بصراحة جميل جدا وبيبقى طعمه جميل. انا بصوا يعني شكله حلو وطعمه حلو. بصوا بقى ده السمكة اهي طرية وكل حاجة، يعني بصوا طرية من بره ومن جوه. التانية بقى هتلاقوها مقرمشة من بره، ليها كفر كده وايه وطرية من جوه. دي بقى الدقة بتبقى عبارة عن خضار وفلفل احمر وفلفل اخضر وتوم. وطبعا لو حابه تحطي بصل تحطي طماطم، كل ده بتعمليه. انا كنت فرمتها في الكبه ما دقتهاش، انا كل مره بدقها في الهون. انا المره دي عملتها ايه في الكبه، حطيت بهارات سمك، حطيت ملح، حطيت كمون، وقلبتها كويس قوي. وطبعا ايه بتروحي جايبه بقى شويه ميه عشان تبقى ايه طريه معاكي ما تبقاش ناشفه، عشان تطري بيها السمك وايه، والسمكه تاخد تشرب منها كل ما تبقى طريه تشرب كده ايه الدقه. انما لما تبقى ناشفه كده بتبقى جافه كده ايه مش حلوه. فدي معلومه برضو ايه فادتني وهتفيدكم برضو ان شاء الله. بصي انا كده ايه قلبتها، وطبعا ايه انا كنت قليت السمك طبعا الدقيق متبهر وكل حاجه. انا بقى همسك السمكه كده بروح جايه فاتحاها زي ما هي مفتوحه، وبحط فيها الدقه من جوه وهي سخنه، يعني وهي سخنه بتمتص ايه بتمتص الدقه بقى بتاعتها دي. الحدق بتاعها الليمون ونقطه الخل اللي بنحطها في الدقه، كل ده بايه السمكه بتمتص كده الحدق بتاعها التتبيله يعني بمعنى اصح. بصوا بتبقى جميله جدا، بيبقى ليها يعني تست عالي كده جميل بسم الله ما شاء الله، حاجه كده يعني فاخر من الاخر زي ما بيقولوها. بصوا اهي انا كده ايه السمك التاني خلاص قرب اهو ان انا هقلبه اهو. بصوا انا موطيه عشان خاطر يستوي. بصوا هنا كده بوريكم السمكه بعد ما اتحشت، والفتحات دي برضو بحط فيها دقه بتبقى جميله جدا. بصوا في فرق اصلا، حتى هي بصوا السمكه وهي بتتقلب فرق عن السمكه التانية. هو بسم الله ما شاء الله يعني كان شوية سمك جمال جدا، يعني بسم الله ما شاء الله. بصوا عاملة ازاي جميلة مقرمشة. انا كان نفسي بصراحة الصوت هو اللي يكون
يعني صوت التصوير هو اللي كان موجود. بصراحة جميلة مقرمشة، حاجة جميلة كده، وبتشجع الاولاد على الاكل على فكرة. يعني في اولاد يقولوا مش عايزين ناكل سمك، مش عارفة ايه الكلام ده كله، لا يعني حاجات صغيرة كده بس بتدي حاجة جامدة كده قدام الاطفال يعني. بصوا في فرق اهي، يعني في فرق ما بين دي وما بين دي والله جامد. بصوا بقى هنا كده انا ايه بقيت تحت، يعني افتح بقى السمكية من جوه وهي، واحط الدقة كده فيها من جوه ومن بره برضو. بسم الله ما شاء الله عليها، يعني كانت جميلة. جربوا الطريقة دي، يعني جميلة جدا هتعجبكم. بصراحة احنا بنحب اكل السمك، يعني السمك عندنا، يعني بنحب السمك، لو اكلناه على طول ما بنزهقش منه. هو عامة مفيش حد ما بيحبش السمك يا جماعة. بصوا بقى انا هنا كده كنت قليت السمك، وهنا بقى ايه كده عملت الرز. ماشي. وهي عملت السلطة برضو، السلطة مكوناتها كاملة مكملة بسم الله ما شاء الله عليها. وهنا بقى هو النوعين السمك، بصوا الفرق يعني باين حتى في الشكل، هي واحده وواحده وواحده واحده كده عامله ايه يعني خلف خلاف. بصوا من هنا اهي مستويه وطريه من بره وجميله، والتانية مقرمشه من بره ومستويه ايه من جوه. بسم الله ما شاء الله، بصراحه يعني الحمد لله كان اكله جميله جدا. ما تنسونيش بقى يا جماعه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ومستنيه بقى ايه تعليقاتكم الجميله. وما تنسوش يا جماعه تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وكل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي، واسيبكم بقى تكملوا الفيديو يا جماعة، وقولوا لي ايه رأيكم النهاردة في الفيديو بتاعي وفي الروتين بتاعي. وانا بصراحة بحب تعليقاتكم بصوا كلها، وكل تعليقاتكم كده على راسي، وتسلم كل من اشترك معايا وعلق لي تعليق. واشوفكم على خير ان شاء الله.